حزب الله الكويتي. فقد نشأ حزب الله الكويتي في بداية الثمانينات بعد نشأة حزب الله اللبناني. وحزب الله الكويتي قد اتخذ عدة أسماء وهمية، مثل مسمى طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية، ومسمى صوت الشعب الكويتي الحر، ومسمى منظمة الجهاد الإسلامي، ومسمى قوات المنظمة الثورية في الكويت. وفي الحقيقة أن كل هذه المسميات ترجع إلى حزب الله الكويتي. تأسس هذا الحزب الفرعي بمجموعة من شيعة الكويت، والتي كانت تدرس في الحوزة الدينية في قم، ويرتبط معظم أعضاء هذا الحزب بالحرس الثوري الجمهوري الإيراني، حيث كانوا يتلقون تدريباتهم عن طريق الحرس الثوري الإيراني. كما أنهم كانوا يصدرون مجلة النصر، والتي تعبر عن جزء من أفكار وأهداف حزب الله الكويتي عن طريق المركز الكويتي للإعلام الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران. كما كانت هذه المجلة تقوم بالدور التعبوي التحريضي لشيعة الكويت للقيام بما يخدم مصالحهم وأهدافهم، وتدعو كذلك للقيام بقلب نظام الحكم في داخل الدولة الكويتية وإقامة نظام شيعي موالي لإيران. وكان هذا الحزب يثير الفتن والقلاقل، ويقوم بالتفجير والاغتيال والاختطاف في الكويت، ليحاول السيطرة على البلد وتكوين دولة أخرى تدين بما تدين به دولة إيران القريبة من دولة الكويت. طبعا يعد حزب الله الكويتي جزء لا يتجزأ عن الحركة الشيعية الإيرانية بقيادة آية الله العظمى علي خامنئي. وطبعا يرى الحزب أنه لا وجود لحكم آل الصباح ولا مكان لهم في دولة الكويت. أعمال هذا الحزب كثيرة في الكويت، منها مباركة عملية الاغتيال التي نفذها حزب الدعوة الشيعي، وذلك في تاريخ 25/5/1985 للميلاد، حينما كان الموكب الأميري لأمير الكويت متجها لقصر السيف خارجا من قصر دسمان، حيث قاموا بعملية فأغلقت جميع الإشارات المرورية كي يسمح للموكب بالمرور، وتركت بعض الفتحات الجانبية بين الإشارات المرورية مفتوحة، مما كان يسمح لبعض السيارات بالمرور بجانب الموكب الأميري. وفي هذه اللحظة وفجأة دخلت إحدى السيارات من الفتحة الجانبية، فقام الحرس الأميري بمحاولة إيقافها، ولكنها انفجرت، مما تسبب في احتراق سيارة الحرس الأولى بمن فيها، وهم محمد العنزي وهادي الشمري رحمة الله عليهما. ودفع الانفجار سيارة الحرس الأخرى بشدة، مما جعلها تصطدم بسيارة الأمير على الجانب الأيسر، دافعة إياها بشدة ناحية الرصيف الأيمن للشارع، واستقرت هناك. طبعا ما لبث إلا القليل حتى بدأت النيران تأكل فيها، ونجا الأمير الكويتي من محاولة الاغتيال الآثمة. في 12 يوليو كذلك عام 1985 قام الحزب بعملية تفجير في مقهيين شعبيين في مدينة الكويت، وقد خلف هذين التفجيرين الآثمين الخبيثين عدد من القتلى والجرحى المدنيين. وفي تاريخ 29 إبريل عام 1986 للميلاد أعلنت قوات الأمن الكويتية أنها أحبطت محاولة مجموعة مكونة من 12 شخص لخطف طائرة من نوع 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والتي كانت متجهة إلى جهة غير معلومة في شرق آسيا. وكذلك في 5 من شهر إبريل عام 1988 قام حزب الله بخطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجابرية، وقاموا بانطلاقها وأخذها إلى مطار لارنكا في قبرص، وتم قتل الكويتيان عبد الله الخالدي وخالد أيوب رحمة الله عليهما، وذلك بإطلاق الرصاص على رأسيهما ثم رميهما من الطائرة أمام مشهد العالم كله. كما قام حزب الله الكويتي في عام 1983 للميلاد، وذلك بواسطة منظمة تابعة للحزب تدعى الجهاد الإسلامي، بتفجيرات استهدفت في يوم واحد محطة الكهرباء الرئيسية الكويتية ومطار الكويت الدولي والسفارتين الأمريكية والفرنسية ومجمعا صناعيا نفطيا ومجمعا سكنيا. وبلغ عدد القتلى أكثر من 7 أشخاص وأكثر من 62 جريحا، جميعهم من المدنيين والفنيين العاملين في المواقع النفطية والسكنية. طبعا كان حزب الله الكويتي على صلات ببقية فروع
هذا الحزب في منطقة الخليج. فبعد أن قام فرع الحزب في الكويت بجمع الأسلحة اللازمة وتخزين ما تبقى من مخلفات الهجوم العراقي على دولة الكويت، قام حزب الله الكويتي بنقل ما يحتاجه حزب الله البحريني في أعماله الدامية في عام 1996 للميلاد، وذلك عن طريق التهريب السري. وقد أعلنت ذلك صحيفة الأنباء الكويتية بأن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني. طبعا في بداية أو في منتصف التسعينات بدأ حزب الله الكويتي يكون ستارا آخر يحاول فيه تحقيق أهدافه عن طريق المشاركة السياسية الفاعلة في الدولة وتمرير بعض المطالب، فانبثق عنه ما يسمى بالائتلاف الإسلامي الوطني بمنهج التقية السياسية الخبيثة ومهادنة ومداهنة السلطة على حسب ما تقتضيه المتغيرات السياسية بما لا يضر أهدافهم الاستراتيجية ومطالبهم الإيرانية البعيدة. طبعا من أبرز هذا الحزب ومؤسسيه محمد باقر المهري وعباس ابن نخي وعدنان عبد الصمد والدكتور ناصر صرخوه والدكتور عبد المحسن جمال. طبعا كشفت التقارير الأمنية أن السيطرة الإيرانية على جنوب العراق، والذي أصبح معقلا من معاقل الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية، قد تحول إلى قاعدة خلفية تمد وتغذي شيعة الكويت بالأشياء المخيفة، وذلك من أجل إثارة الاضطرابات في دولة الكويت. كما كشفت هذه التقارير عن بناء المخابرات الإيرانية لشبكات تهريب أسلحة واسعة إلى دولة الكويت، ولوحظت أيضا عمليات تعبئة تحريضية لبعض الفئات الشيعية الكويتية الموالية لدولة إيران.